بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم شريف المصري في وعينا يعني. تخيلوا يا جماعة إن زي ما اتعلمنا من الأديان ومن المصحف إن الناس اللي اتوفت كانت تتمنى إن هي ترجع للدنيا تاني حسب القرآن ما بيقول علشان تتصدق، مش عشان تحج، مش عشان تزكي، مش عشان تصلي، مش علشان حاجات كتير قوي، مش عشان تعمل كل الحاجات الكتير دي، لكن هي اختارت ان هي لو رجعت انها ترجع عشان تتصدق. طيب ايه الصدقه اللي هم كان نفسهم لما يرجعوا يعملوها؟ لو هي سهله علينا نعملها، لو هي متاحه نعملها، لو هي مش هتكلفنا مجهود ومشقه وتعب و نحاول نعملها. طيب عملت بحث كده عن انواع الصدقات. الصدقات اللي هم كانوا يتمنوا بعد ما ماتوا واتحاسبوا ولو الدنيا ضيقه عليهم كانوا يتمنوا ان هم يرجعوا تاني للدنيا عشان يتصدقوا. لقيتها حاجات بسيطه جدا، بسيطه جدا وعارفينها، وقد يكون بعدنا بيعملها، وقد يكون بعدنا عنده القدره انه يعملها لكن ما بيعملهاش. على سبيل المثال، احنا عارفين ان الابتسامه في وجه الناس او في وجه اخيك صدقه. ايه المشكله لما تبقى الابتسامه موجوده على وشي؟ ركبت مع سواق تاكسي، قابلت الحارس بتاع العمارة، قابلت زميلي في الشغل، قابلت زميلتك في الشغل، قابلت الراجل اللي انت هتتعاملي معاه اللي انت هتشتري منه، قابلت الراجل اللي انا هبيع له وانا واقف في محل او واقف في مكان. ايه المشكله ان يبقى فيه ابتسامه حلوه؟ ابتسامه حلوه تفتح نفسه وتفتح نفسي. ابتسامه حلوه تبقى كمان صدقه. اللي هو انا لو اتمنيت ارجع هتبقى حاجه من الحاجات اللي انا بتمنى ان انا اعملها. الحاجه الثانيه، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إيه المشكلة لما ألاقي طوبة في نص الشارع ممكن توقع راجل كبير، راجل عجوز، ممكن تكون مشكلة في حادثة عربية، ممكن أشيلها. إيه المشكلة؟ إحنا بنقابل وبنعمل. إيه المشكلة لما ألاقي موزة متقشرة مرمية في نص الشارع ممكن تزحلق حد، أشيلها. إزازة مكسورة مرمية في الشارع، لو عيل صغير بيجري وبيلعب ووقع هتيجي في إيده، هتيجي في جسمه، هتيجي في ركبته، هتعمل له حاجة، أشيلها. ده احنا بفطرتنا احنا بنحب الحاجات دي، احنا اصلا بنحب الحاجات دي، فتعالوا نعملها، تعالوا نركز عليها، تعالوا ننقلها لاولادنا ولعيالنا. آه دي كانت الحلقة الأولى من الصداقات، وهنتقابل مع بعض تاني وهنقول حاجات تانية سهلة وجميلة عن الصداقات. شرفتوني.